لو عايزة تعرفي عملت الزبدة البلدي او السمنة البلدي الفلاحي من الدهن ازاي، اتفرجي عليها في الفيديو، واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل لكم الزبدة البلدي من الدهن او السمنة البلدي من الدهن بطريقة سهلة وبسيطة من الدهن الحيواني بالشكل ده كده اهوت. انا قطعته بالشكل ده كده اهو، قطع صغيرة، وهسيحه. اختي قالت لي انت عامله السمنه البلد اللي عندك دي ازاي، ما صدقتش انها دهن. فراحت جابت لي دهن، قالت لي طب انا عايزه زي اللي عندك سمنه بلدي من الدهن. فجابت لي دون، والله ما صدقت ان هو دون دهن، فكرته سمنه بلدي. فجابت لي وقالت لي اعملي زي ما ايه عندك. فانا هعمله لها بقى بطريقه سهله زي اللي انا عملته، عجبها جدا. انا هعمله لكم بطريقه سهله. هنسمي الله ونبدأ نولع على الدهن على البوتاجاز على نار متوسطة. على نار متوسطة هحط الحلة بالشكل ده كده، وهنسيبه بقى، بس هنفضل جنبه عشان أول ما يبدأ يسيح عندنا نقلب فيه. شايفين اهو ابتدى يسيح اهو بالشكل ده كده. اهو قلبه ابتدى يسيح اهو بالشكل ده كده. الدهن ده فيه مكونين هنضيفهم له بس في مراحل يعني معينة بالشكل ده كده. يبقى احنا الدهن دون بدل ما نشتري سمنة بلدي هنعملها في البيت، بدل برضو السمنة المهدرجة دي طبيعي، هنعملها وبطعم حلو. مش محتاجة برضو لحمة ولا فراخ. لو طبخت اي حاجة وعملت طبيخ مش محتاجة فراخ او لحمة، ان انت تعمليها جنب الطبيخ دون، هيبقى طعم كويس وجميل، هيسد معاكي ويوفر، وهيخلي الطبخة اللي انت هتطبخيها لها ريحة وطعم، طعم جميل، طعم السمنة البلدي بالظبط. شايفين اهو، هندننا نستنى عليه لحد ما القشيم دون، احنا بنسميه قشيم، مش عارفة بتسموه ايه عندكم، بعد ما يتغير لونه يبقى بني اهو. لازم يسيح كله، هو لسه ابيض اهو. لما يسيح كله هيتغير لونه، يحرمش كده اهو. شايفين لسه شوية بالشكل ده كده اهو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لي لايك عشان يشجعني، تشجيع منكم ان انا استمر. ربنا ما يحرمكم مني ابدا. في المرحلة دي بقى المكون الاول هو اللبن. بسم الله، هننزل باللبن، كوبايتين لبن بالشكل ده كده. هننزل بالكوباية التانية بسم الله بالشكل ده كده. اللبن لازم يكون لبن مضمون، مش لبن شركات، يعني لبن فلاحين او من عند اللبان، عشان يبقى هنحول الدهن من دهن لسمنة بلدي باللبن بالشكل ده كده اهو. هنسيبه برضو على النار، شايفين اهو بالشكل ده كده اهو. يبقى احنا كده عملنا عملية تحويل للدهن من دهن لسمنة بلدي. بصوا حضراتكم اهو، شايفين اهو بالشكل ده كده. دي المرحلة الاولى. بعد كده في مرحلة كمان، شايفين حضراتكم اهو بالشكل ده كده اهو.
هيدنه يفور كده بالشكل ده زي السمنه البلدي، اكنك بتسيحي سمنه بلدي بالظبط. بعد ما اللبن كده هيستوي طبعا زي السمنه البلدي، هتلاقوه رقه تحت بقى عامل زي المرطه، اكنه سمنه بلدي بالظبط. وهوريكم المراحل بالشكل ده كده اهو، شايفين اهو. في المرحله دي بقى ادالكوا تقلبوا عشان هتبدا بقى المرطه تنزل تحت في قعر الحله اهي بالشكل ده، مش شايفين اهو زي ما بتعملي سمنه بلدي بالظبط اهو كده. هنحط المكون التاني اللي هو كوبايه زيت، بسم الله، يكون زيت نظيف بالشكل ده كده اهو. شايفين قعر الحله عمل زي السمنه البلدي، بصوا حضراتكم اللون البني تحت اهو، المرطه نزلت تحت بالشكل ده كده اهي، شايفين. دي اخر مرحله كده غلوه وهنطفي بالشكل ده كده بقى. المرحله دي هنطفي النار. بصوا حضراتكم اللون اهو ابيض عشان ما تغمقش مننا بالشكل ده كده. اما القشيم ده لو كان ابيض ممكن نسيحه تاني بالشكل ده كده اهو. كده حولنا الدهن الحيواني الى سمنه بلدي او زبده بلدي بطريقه سهله وبسيطه وموفره. هنسيبه يبرد وبعد كده هوريهولكم نفضيه في البرطمان يكون معقم. شايفين اهي بعد ما عملتها، دي مش حروق، دي اللبن، دي المرطة اصلا من اللبن عملت بالشكل ده كده اهي. انا سايباها لكم في قعر الحله بالشكل ده كده. وده القشيم اهوت اهو. انا هعيد عليه تاني برضو، ممكن تسيح وممكن اسيبه كده براحتي، يعني هنعمله زي ما انتوا عايزين بالشكل ده كده اهو. دي يتحط بقى على محشي، طبيخ، اي حاجه انت عايزه تحطها عليها، بدل ما يكونش لو مش عندك. شايفين بالشكل ده اهي. هنفضيها في البرطمان، شايفين شكلها جميل، سمنه بلدي بلدي اهي. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. اهي بالشكل ده كده عبيتها لكم في البرطمان. وفي برضو فويل تاني، هجيب برطمان كمان وعبيه. شايفين بالشكل ده اهي. بتدهن بعد ما برد شويه. بصوا حضراتكم، بصوا ده شكل الدهن اهوت اهو. شايفين سمنه بلدي، سمنه بلدي والله بالظبط اهي. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.